بص بقى، انا عايز اقول لك على حاجه. انا نزلت فيديو عن جنريتيف فيل يعني من كام يوم كده، والناس بدأت تهاجمني والمصممين مش هينتهوا وعمر ما حاجة هتأثر علينا، والمهم الدماغ. اللي أنا كنت بتكلم فيه إن في جزء كبير من الوظائف اللي بيعملها المصمم أو بيعملها الريتاتشر أو الإديتور على الفوتوشوب بدأت تستبدل بإن أي حد ما عندوش خبرة سابقة في استخدام البرنامج يقدر يستخدمه. فأنا جايب لك شوية أمثلة كده النهاردة هنقعد نشتغل فيها ونشوف إحنا ممكن ناخد الموضوع ده لحد فين. خلينا نبتدي على طول كده. بص الصورة اللي عندك هنا دي، فلنفترض إن أنت شخص أهو مش شغل يعني بروفيشنال ولا حاجه، بس انت متصور صوره وعايز تشيل منها حد. قبل كده كنت بتبعتها لصاحبك بتاع الفوتوشوب او بتخش على الجروبس بتاعت الفوتوشوب، يا جماعه اخواني في الله بعد اذنكم رجاله الفوتوشوب تخش دلوقتي تشيل لي الشخص ده من الصوره. مش محتاج بقى ان انت ايه تقعد تطلب من الناس ولا حاجه. اهو انا هحدد الشخص اللي موجود في الصوره هنا مثلا، واخد جزء من الجاكيت بتاع الراجل عادي جدا اهو، وجزء من الترابيزه، واكمل السلكشن بتاعي اللي انا يعني ما فيهوش اي سكيل وانا بعمله. هدوس جنريتيف فيل ودوس جنريت اهو يا سيدي. بص النتيجه، مكمل لك البورد اللي ورا، مكمل لك الزرع والترابيزه، وتقدر تختار من 3 اشكال. مثلا ده الشكل اللي عجبني، تاني واحده دي هي اللي عجباني. ولا بقى تخش على الجروبس ولا رجاله الفوتوشوب ولا حد يشيل لك الشخص اللي في الصوره ويعمله لك كده ويقول لك عايز تحطه فين وعايز تنزله فين والجو ده. بلاش قله قيمه. هتيجي طبعا تقول لي دلوقتي في واحد كده يطلع يقول لي بس انت مختار صوره سهله ودي اي حد ممكن يعملها. تعالى يا عم، صوره هي كنت هيطلع عينك فيها هيلينج علشان تشيل الشخص اللي في النص ده، وادي البنت رجليها مستخبيه في اللابتوب والرجل التانيه مغطيه على الراجل اللي قاعد ده. تعالى نعمل لها سيلكشن كده اهو يا باشا، وناخد جزء من اللابتوب ما يضرش عادي، هو هيكملهولك. وادي جزء من السلم بالجزمة ورجل الراجل اهو. جنريتيف فيل جنريت، واقعد استنى يعمل هو كل الشغل اللي كنت هاخد لي فيه لو انا جامد يا سيدي ربع ساعة تلت ساعة، ويطلعه لي في كام ثانية اهو يا سيدي. شالها، بس في حاجه هنا مش ظابطه. هتقول لي يا عم ظهر هنا كوبايه وبتاع. بقى عندك هنا يا باشا حاجه اسمها ريموف تول اهي. خش حدد لي على الحاجه اللي انت عايز تعمل لها ريموف اهي، وتسيبه هو يشتغل، هيعمل لك ريموف في ثواني برضو اهي يا عم. خلاص تعالى بقى على الصوره دي. عارف انت الاستوديوهات بتاعت التصوير بيبقى فيه واحد كده يقول لك بس الصوره دي هتاخد شغل، ما عندكش انت صوره ببدله وعايزه يحط لك بدله، ولا صاحبك اللي بيذلك اهو يا عم صوره شخصيه ليا اهي. هحدد على المكان اللي انا عايزه واكتب مثلا بلاك سوت وذ بلاك تاي، حاجه كده من بلاك. انا عايز بدله سودا، عايز كرافته سودا، ومش عايز انزل اتصور ومش عايز اجيب بدله. بص بقى، حط لي بقى ايه هنا، واحده ببيبيون، واحده بكرافته متسابه، وواحده بايظه خالص. ايه يا معلم الكلام الفاضي ده؟ انا طبعا هنا مستني الناس اللي هتقول لي يا عم ما هو بيغلط اهو يا عم، امال انت واجع دماغنا. لا ما هو بيغلط علشان انا بكتب له كلام من غير كلام اهو. اتفضل يا سيدي، ما كتبتلوش حاجه اهي. بدله زي الفل، ابعتها للناس واقول لهم انا راجل جاهز ان انا اشتغل من يوم الاحد الجاي. تعالى بقى اوريك حاجه كانت عجباني قوي برضو، هو موضوع ان انت تاكستند الصوره. ادي صوره الكادر بتاعي يعني حلو للصوره دي، ضيق شويه بس مش مشكله. اعتبر ان انا كان معايا عدسه وايد اهو. هاخد الصوره اكبرها من كل الجوانب كده. ده بقى الكادر بتاعي، كل اللي باللون الاسود ده بقى انا هخليه هو يملاه. هحدد بس المكان بتاعي اهو، شيفت كنترول اي عشان اعكس السلكشن، دوس جنريت فيل جنريت واستنى. ماشي، دي اول واحده، دي تاني واحده، تالت واحده صايعه جدا اهي. مكبر لي الحجم بتاع الصوره وعامل لي الفينيتنج بتاعي برضو. بشرة سارة بقى لصاحبك اللي صلع يعني، ده بقى اكيد بقى ايه ممكن تفاجئه. ادي واحد اهو راسه يعني زلبطه خالص. هعمل ايه يا باشا؟ سيلكشن تول اهو، اللاسو تول بتاعتي. هعمل اهو كده، ممكن ناخد من عند الودن حته صغيره كده اهو، ننزل كده، نسيب مساحه بقى للشعر ده يتعمل اهو. خد لي بقى كل ده كده. انا بقى ايه هسيبه علشان لو عايز يعمل المجال بتاع الشعر ده ياخد مساحته فيه اهو. ناخد معانا الدقن يا عم كمان. دي المساحه اللي انا قايل له يعمل لي فيها شعر. ومش اي شعر بقى، انا هكتب له بقى ايه لونج هير. يعني انا كمان هاخد واحد اصلع خالص، لان هو يبقى عنده تسريحه شعر بقى وشعره طويل بقى كمان. اعتقد هي يعني نظرا للمساحه اللي انا مديها للفوتوشوب ان هو يعني هيفكر بذكاء ويلم له شعره كمان، مش هيسيبه طاير عشان مفيش مساحه يطير فيها يعني. انا عايز اقول لك ان ده تقريبا اول توتوريال. يا خرابي، بص كده، بص يا باشا. تعالى يا باشا نقي الشعر
قلت لك هيلم له شعره، بص اهو، عظمة العظمة، الراجل ما كانش في دماغه شعرايه، عمل لك تسريحة شعر ممتازة، وبقى ديفيد بيكام في ثواني. كلم بقى صاحبك دلوقتي يقول له يبعت لك الصور وتصرف انت معاه. تعالى بقى نشوف مثلا صورة زي دي كده. انا مثلا مش عايز الصورة دي تبقى البنت بصة بعيد عن الكاميرا، عايزها بصة للكاميرا اهو. انا هحدد كده المكان بتاع العينتين، اخد معايا حتة من مناخير كده اهو، واكتب له بس هنا ايه، beautiful brown eyes، هي عينيها بني اصلا. نجرب. انا عايزكم تفكروا بس في كم المجهود والسكيلز المفروض تبقى عند الواحد علشان يشتغل حاجة زي دي. دلوقتي بس مجرد ان انت بتبقى متقدر لو انت كتبت الامر مرتين، يعني ما جابهاش من اول مرة. اهو بص كده، كانت بصة هنا، دلوقتي هي بقت بصالي وبصة للكاميرا. عايز اوريكم حاجة حلوة قوي برضو، بص كده. احنا ممكن نغير اللبس اللي هي لابساه خالص، مع ان شعرها نازل على اللبس، وبرضو واخدين جزء من الباك جراوند، ومش هكتب اي امر ولا اي حاجة برضو، انا هسيبه هو ايه يطقم لي على مزاجه كده. بص كانت الصورة كده، غيرنا شكل الصورة خالص. انا ممكن كمان اعمل حاجة هنا، تعديل صغير كده عشان هي مش لابسة حلق اهو، اير رينجز او ايرينج اهو. انا اعمل لها ايه حلق برضو كده عشان مكانتش لابسة حلق في الصورة. سلام. نقي يا باشا شكل الحلق اللي انت عايزه. انا ده عاجبني اهو، بص كده، بيفور وافتر اهو. دي كانت الصورة الاول، ودلوقتي بقت بالشكل ده. ما خدناش بالظبط 3 دقايق. بص مثلا البنت دي لابسة حلق، خلينا نجرب نحط لها عقد هنا مثلا كده اهو. حدد المكان ده واكتب نيكلس اهو يا باشا. اختار العقد اللي انت عايزه، ما كانش موجود في الصورة اصلا ولا في اي حاجة، وبقى في عقد عادي. انا بقيتش اتصدم. تعالى لي بقى يا باشا على الصورة دي كده. انا مش عاجبني القصر ده، شكله مش معمول حلو، انا عايز يبقى فيه بحيرة كاملة قدامه اهو. هكتب ليك يعمل لي بقى ايه بحيرة، وفي نفس الوقت يعمل لي ريفليكشنز بتاعت القصر على البحيرة. ومش مهم بقى الجنينة اللي هم صارفين فيها فلوس دي، الفدان ده عندنا. اتفرج يا باشا، اتفرج على اشكال البحيرات اللي هو عملها لك اهو. كانش في بحيرة في الاول، بقى في بحيرة، وعامل لك الريفليكشنز بتاعتها مع المية عادي جدا، مفيش اي مشكلة. تعالى بقى يا باشا كده، عشان برضو ايه السحاب اللي فوق ده مش عاجبني. هاتلي كده ايه المكان ده كده، واعمل لي فيه كلاودز. مش برضو اصلا انا يعني راجل خبير فوتوشوب وانت جاي لاي حد. اختار يا باشا شكل السحابة اللي انت عايزها، وخلص الموضوع على كده اهو. الخلاصة اللي انا عايز اقوله لك، ان الناس اللي بتقول ان دي حاجة مش مؤثرة على المصممين او على الناس اللي بتشتغل فوتوشوب، انا شايفهم في رأيي الشخصي غلطانين، لان هي مؤثرة بشكل كبير كمان. ليه؟ لان انا هيظهر عندي ناس بتعمل حاجات شكلها بروفيشنال زي اللي احنا بنعملها دلوقتي، من غير ما يبقى عنده سابق معرفة بالبرنامج، ومن غير ما يبقى يعني درس حاجة قبل كده، ولكن هو بيشغل دماغه. احنا شعب اصلا بيعرف يشغل دماغه. يعني انا هقول لك ايه، هيسمع عن الابديت ده ممكن ما يبقاش ليه في فوتوشوب اصلا، ويبتدي يستخدم الفوتوشوب ويقول لك انا هعمل تصميمات سوشيال ميديا للمطاعم والكلام ده، وهيتبسطوا بيه جدا. في ناس كتير قوي هيستبدلوا بالناس اللي بدأت تستخدم الاي اي اللي موجود في البرنامج زي فوتوشوب، او موجود في برامج تانية، او موجود على ميد جيرني مثلا. بس سيظل برضو في جزء للمحترفين في فوتوشوب زي الريتاتشنج اللي هو الهاي اند والحاجات دي. بس في رأيي الشخصي برضو افتكر الكلام بتاعي ده دلوقتي، ان هو قريب قوي هتلاقيه برضو بيتعمل، وقريب قوي هتلاقيه في تولز بتضاف جوه البرامج انها تعمل ريتاتشنج للسكين كويس قوي، انها تظبط البرودكتس، انها تظبط الحاجات دي. انا بالنسبه لي الموضوع يعني مش مخوفني،
بس هو ما بقاش يعني ما بقاش في افضليه لينا زي زمان. فكره ان انت جامد قوي في ابلكيشن زي الفوتوشوب ما بقتش افضليه قوي بوجود تولز زي دي. حابب برضو ان انا اعرف رايك في الكومنتس في الحاجات اللي احنا شفناها النهارده دي او الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها، وعايز اعرف منكم برضو للناس اللي لسه ضدي في فكره ان هو لا مش هيستبدل المصممين ولا حاجه. قول لي ليه، يعني اديني امثله علشان حتى ممكن لو عملت فيديو تالت عن الموضوع ده ابقى اتناقش معاكم فيها. بس كده، اشوفك في فيديوهات تانية.